انا اسمي اسلام شريف. دي موهبة الرسم، ما درستهاش، هي عندي موهبة من زمان، بقالي بتاع 7 8 سنين. قعدت اطور فيها من نفسي مع الشغل، مع كل يوم ان انا برسم بقى مستواي احسن فاحسن فاحسن. هي ابتدت معايا كده. بقالك كام سنة بقى؟ بتاع 7 8 سنين كده بالظبط. 7 8 سنين. تفتكر أول لوحة رسمتها أخدت منك وقت أو مجهود قد إيه؟ 6 ساعات أو 7 ساعات. 6 ساعات. طب قول لنا بقى أنت بترسم النهارده كده، خليني كده أوري السادة المشاهدين. ده الفنان أحمد حلمي. الرسمة دي إحنا بنرسمها حاليا. بتاخد منك وقت قد إيه؟ عايزك تشرح لي كده وأنت بترسم قبل ما تكمل رسم، اشرح لي كده بتاخد منك، بتقسم اللوحة إزاي؟ بتبتدي الأول تحدد ولا بتبتدي فاكر؟ لا، ببتدي أحدد الأول، هي أول حاجة التحديد بتاع الرسم، بعد كده أبدأ أظلل واحدة واحدة العين والدقن زي كده مثلا، بعملها خصلة خصلة. نفس الكلام الشعر بتعمل خصلة خصلة، بس أول حاجة بتبتدي التحديد. طب انا عايزك تشتغل في اللوحه كده وانت تعرفني بقى عن نفسك. حاضر. كمل كده بقى، مين اكتر الناس اللي اتبسطت وانت بترسم لهم لو حد تاني؟ لا كتير. زي مين؟ كتير. رسمت صوره الفنان سمير غانم برضه الله يرحمه، دي رسمتها برضه لما طلعت علينا السابع. وبرضه بقيت ارسم صوره كتير بتاع ولاد خديجه ونزلوها. اصعب حاجه في الرسم ايه هي؟ خصل الشعر. خصل الشعر اكتر حاجه بتعزي. ما تورينا كده خصل الشعر طيب بترسمها ازاي عشان نوضح للناس؟ يعني مثلا هو خصل الشعر اصلا بيتاخد خصله خصله. الناس هي عاجبها جدا طبعا ادائك في الرسم، بيقولوا ما شاء الله رسمك جميل. ربنا يخليك. دي اصعب حاجه في الرسم؟ اكتر حاجه صعبه في الصوره عشان بياخدها شعرايه شعرايه، ولازم تمشي على اطار معين. الرسمه دي بقى اخدت منك وقت قد ايه وانت ما خلصت التحديد بتاعها؟ بتاع 2 3 ساعات. والتصدير لوحده ممكن ياخد له بتاع 2 3 ساعات. والتصدير لوحده 2 3 ساعات. وفي صور ممكن تقعد معايا بتاع 2 3 شغال فيه، اشتغل يوم مثلا ورايح يوم كده. هل بتقابل مثلا صعوبات في تحديد ملامح الوش في الشخصيات؟ في شخصيات مثلا ظهرت معاك صعوبه في تحديد شخصياتها؟ في شخصيات كتير منهم الصوره دي مثلا. الصوره دي كده طيب وريها لنا. ده كان ايه اصعب حاجه في الصوره بقى؟ عايزك تشرح لي كده. الشعر برضه، الفحم عشان دي داخل فيها فحم مش رصاص. فحم مش رصاص. هي اي صوره فيها شخصين. اخدت منك وقت قد ايه والصعوبات اللي بتنتهي؟ هي خدت بتاع 6 ساعات. انت الشخصيات اللي بترسمها لازم يجي لك المكان هنا ولا؟ لا الشخصيات في شخصيات بحبها وبعزها على النت من المشاهير، برسمها كده من نفسي، بنزلها لهم على النت واعمل لهم منشن فيها. زي مين مثلا؟ زي مين مثلا اللي رسمته؟ يعني مثلا زي في فيديو 13 اللي عاملها له. انت اللي عاملها له؟ ده ودي برضه ده بعز جدا برضه، مصطفى شعبان وكريستينا طبعا معروف على النت. دولك هنا ولا برضه هم لا دول اللي جم هنا دول. جم هنا. وعجبهم الرسم وعجبهم الرسم جدا. وانت كنت عارف ان هم هيجوا قبل ما ترسمها طبعا؟ لا هم جم شافوا الشغل عجبهم فطلبوا منك فدي عملت له دي وخدها على النت ونزلها عنده. وقال لي كمان ان هو هيجي ياخدها مني وكده، ففضلت قاعد مستنيه. بس هو على تواصل معايا بس بتواصل معايا. حب طبعا الصوره حبها جدا ونزلها عنده بقى. طب قول لنا مين تاني بقى المشاهير بيقول لك هنا ورحبوا بالصوره بتاعتك؟ لا دول هنا لا، بس ما كنت من بابا كان في حمو ايهاب برضه، ده بتاع التيك توك معروف. تمام. ده خد الصوره بتاعته. ومين تاني؟ في كتير قوي كلموني، غير ان في كتير اصلا انا رحت لهم كمان. طيب قول لنا بقى لو قدامك فرصه ترسم شخص معروف او شخص مثلا انت بتحبه، لو جات لك الفرصه انك ترسمها في خلال يوم واحد 24 ساعه، هيكون مين اختيار الشخص ده؟ هو احمد حلمي. بحب. انت بتحب احمد حلمي؟ طب مين تاني من الفنانين غير احمد حلمي بتحبه؟ مين تاني؟ لا هو كتير، بس هو اكتر شخصيه بحبها احمد حلمي. طب اول ما بدات الرسم كان ايه اكتر حاجه نفسك توصل لها؟ ان انا ابقى محبوب والناس تعرفني، دي اكتر حاجه مركز فيها. يعني انت شخصيه مبهجه الصراحه يعني. ربنا يخليك. وعندك قبول كده، ربنا يحفظك. ربنا يخليك. كده اشهر
الفنانين. ربنا يخليك. طيب حابب تقول ايه بقى وتقول للناس سواء في نفس مجالك او بره مجالك، يعني لو هنقدم نصيحه من حياه اسلام الفنان لباقي الفنانين اللي لسه بيطلعوا وما زالوا لسه بيستمروا في الرسومات؟ هو لو نصيحه، هو انا في حاجه كتير دايما شغاله دماغي، اللي هو انا عملت تيك توك وحبيت الناس تشوفني وتعرفني، بس اللي الدنيا مركزه فيه دلوقتي هو اللي بيبص على اي حاجه تافهه بتطلع، يعني لو يبص على اللي بيعملوا محتويات والكلام ده كله ده اللي هيطلع. انت بتوجه نصيحه ان يهتموا بالجانب الايجابي على السوشيال ميديا. صح. اي حد يبقى نفسه الناس تدعمه فيها، تشجعه فيها عشان يبقى حاجه يكمل فيها. انا عايز اقول لك انا ممكن اقعد مثلا شهرين 3 مبطل بسبب ان انا بلاقيش ناس بتدعمني او بتشجعني على اللي انا بعمله، ان الناس اصلا مش مركزه في اي حد بيعمل نوايا، بس ده اكتر حاجه بتضايق. طب ايه اكتر حاجه نفسك انها تتحقق؟ هي ان انا ابقى معروف ومحبوب برضه قدام الناس كلها، وابقى معروف اللي هو ابقى ماشي في الشارع الناس عارفاني ده مين، بس وان رسمي يوصل للناس، موهبتي توصل للناس. يعني انا مبسوط بلقائي معاك. ربنا يخليك. طبعا يعني ده نموذج من الشباب ربنا يخليك الناجحه والشباب المجتهد والشاب الطموح. اسلام من سكان منطقه امبابه، تحيه طبعا لكل اهالي بدأ حياته وبدأ تاريخه في الرسم والفن هناك، وجه استكمل هذا الموهبة أو هذه الموهبة هنا في محافظة السويس، بالتحديد داخل نادي التجديف. من أبرز اللوحات اللي عملها هي رسومات المشاهير زي ما حضراتكم شايفين، يعني رسومات جميلة جدا وشخصيات جميلة جدا للفنانين. وبيستكمل معانا طبعا بلوحة نجم والفنان احمد حلمي، ودي كانت ابرز التخطيطات بتاعته اثناء التصوير، كانت حاجه جميله جدا. بشكرك جدا يا اسلام، وبتمنى كده كل الناس تدعمك، ربنا يوفقك واشوفك كده اشهر واحد في مصر كلها.